اهلا، نكمل قصه سيدنا نوح. وللعلم احنا هننهي النهارده قصه سيدنا نوح، فاتمنى انك انت تركز معايا كده وتجيب لك مشروبك الجميل. في الاول كده اديني اللايك والشير عشان نساعد في نشر الفيديو في الاول كده. فيلا بينا يلا. اخر حاجه اتكلمنا عنها في قصه سيدنا نوح لما ربنا سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا نوح انه يعمل سفينه ضخمه، وان السفينه دي كانت اضخم سفينه ممكن تكون اتعملت في التاريخ، طبعا لانها بمين؟ بوحي من الله عز وجل. السفينه دي كانت عباره عن 3 طبقات. اول طبقه دي بيكون فيها الحيوانات والدواب، الثانيه موجود فيها البشر، والثالثه موجود فيها الطيور. في رحله سيدنا نوح لما كان بيصنع السفينه كانت قومه كلهم بيستهزئوا بيه، بيقولوا له انت ازاي بتصنع سفينه اصلا واحنا عايشين في موقع كله صحراء اصلا، لا في ماء ولا في انهار. كانوا بيكملوا استهزاء ويقولوا امبارح كان نبي والنهارده نجار. دلوقتي يا صديقي العزيز زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، عدد قليل جدا اللي امن بسيدنا نوح وخلاص شكر ربنا سبحانه وتعالى اغلق باب التوبه، ما عادش هيقبل حد. دلوقتي سيدنا نوح هيعرف ازاي طوفان الميه جاي وهيبهدل الناس كلها. ربنا سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا نوح باشاره كده لما يشوفها يعرف خلاص ان الطوفان جاي. الاشاره دي كانت هتظهر في مكان معين وهو التنور، ويقال ان التنور ده هو الفرن بتاع سيدنا نوح اللي موجود في بيته. يقال علماء التفسير وفار التنور اللي في القران الكريم معناها ايه؟ اي معناها انه نبع منه الميه على هيئه بخار وارتفع لمسافه كبيره. دي علامه لسيدنا نوح ان خلاص العذاب جاي. فلما سيدنا نوح شاف العلامه بدا يجمع المؤمنين كلهم وياخدهم على السفينه، واخذ من كل نوع من المخلوقات زوجين ذكر وانثى. ابتدى العذاب وبدات السماء تمطر، بس مش اي مطره، دي مطره مش طبيعيه، لدرجه ان الارض بدات تتفجر منها العيون، وفي ثواني بقت الارض كلها غرقانه ميه، والموجه الواحده بحجم الجبال. تخيل ان موجه بحجم الجبل العالي. سيدنا نوح في الوقت ده كان خايف على ابنه، وكان عنده امل ان ابنه ممكن يكون امن بس مداري الايمان بتاعه. فبدا يدور على ابنه بعينه كده لحد ما شافه بيجري ناحيه الجبل، فناداله قال له يا ابني تعالى. رد عليه وقال له انا هحتمي في اي جبل لحد ما العاصفه دي تنتهي. رد عليه وقال له مفيش حامي من عذاب الله. وفجاه فصل ما بينهم الموج واختفى ابنه. بس سيدنا نوح باحساس الابوه وخوفه على ابنه دعا ربنا انه ينجيه. ربنا رد عليه وقال له يا نوح ابنك مش من اهلك هم المؤمنين اللي امنوا بيك، انما ابنك ده عمله غير صالح. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان صله الدين اقوى من صله الدم، وان الابناء اعمال قد تكون صالحه وقد تكون غير صالحه. ده غير ربنا سبحانه وتعالى لما امره بانه يصنع السفينه قال له ايه؟ واهلك الا من سبق عليه القول. وابنه ده كان سبق عليه القول انه من الكافرين. سيدنا نوح بقى صديقي العزيز مكث قد ايه في السفينه؟ الله اعلم، محدش يعرف، لكن المعلوم ان كل اللي على الارض كلهم ماتوا الا الموجودين على السفينه فقط. سيدنا نوح كان بيرسل حمامه تفضل تطير كده لحد ما ترجع ويشوف من رجليها، لو كانت رجليها لسه مبلوله ميه يعرف ان لسه في فيضان موجود. لحد ما في مره شاف رجل الحمامه ولقى انها فيها ايه؟ طين. اذا عرف ان الدنيا كلها ايه؟ بقت طينيه، ما عادش فيه مياه وما عادش فيه فيضان. السفينه راحت فين؟ ربنا سبحانه وتعالى ارسل السفينه على جبل اسمه الجودي، وما بقاش موجود على وجه الارض خالص ولا شخص الا سيدنا نوح ومن معه في السفينه. وسمي سيدنا نوح بابو البشريه الثالث. مين هم الاثنين الاولانيين اصلا؟ سيدنا ادم هو ابو البشريه الاولى، والثاني هو سيدنا شيس اللي احنا حكينا عنه اصلا في الفيديو الايه الماضي. سيدنا نوح كان ليه كام ابن؟ 4. الاول هو يام او كنعان وده اللي مات كافر، والثاني هو سام وده ابو العرب، والثالث هو حام ابو السودان، والرابع هو يافس ابو الاتراك. وربنا ادانا طول العمر ان شاء الله، فضلنا مستمرين في وقت من الاوقات هنحكي عن الاربعه دولت في فيديوهات منفصله. لكن في النهايه تذكر دائما كل اللي احنا بنقوله ده هي اجتهادات، استنباطات من العلماء اللي فسروا القرآن الكريم، واللي يعرف حقيقة القصص دي كلها هو واحد بس، الله عز وجل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. وبس صديقي العزيز كده وصلنا لنهايه قصه سيدنا نوح، وان شاء الله مش هطول عليك وهنعرف ايه اللي حصل بعد قصه سيدنا نوح وازاي الارض اتعمرت من تاني. ما تنساش في نهايه الفيديو لايك والشير شويه الحاجات الحلوين دول عشان والله العظيم بيساعدوا في نشر الفيديو. بس صديقي العزيز شكرا.